مساء الخير. حلقة جديدة من ميدو الملاعب. الحلقة اللي فاتت اتكلمت معاكم في انه ازاي اي صاحب منتج بيحاول يحمي جمال المنتج بتاعه، بيحاول يحمي حلاوة وشكل المنتج بتاعه ويقدمه بشكل كويس ويقدمه باحلى صورة ليه، وبصيت معاكم على اكتر من مثال كلها في الكورة. كويس. النهارده هبص معاكم على رياضات كتير من ضمنها الكوره، ويمكن التركيز هيكون على الكوره في ان انا ازاي احافظ على الجمال ده. فاكرين انا المره اللي فاتت قلت ايه؟ الجمال هو الاساس. ازاي بحافظ على الجمال ده؟ بصيت وقلت لكم الملاعب وتوقيتات الماتشات وحاجات من دي وكده، لكن في دور برضو على الانديه اللي بتلعب اي رياضه. نمره واحد انها توظف كل حاجه لخدمه متعة اللعبة دي، لخدمة الشكل الجمالي والإبداع في اللعبة دي. كويس؟ يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة مثلا باجي كنادي بوفر ملاعب تدريب، أحسن ملاعب تدريب تخليني أعلى بجودة التدريبات بتاعتي، لأنه طبعا لو ملاعب تدريب سيئه جدا ممكن تعرض اللعيبه لاصابات، ممكن تعمل مشاكل كتير عضليه وحاجات من دي تقلل من الكواليتي بتاعه التدريب ونوعيه التدريبات نفسها. كويس. دي حاجه من الحاجات. مثلا عندك نقطه مهمه جدا هي دورات تطوير المدربين. كويس. وهنا ما بنتكلمش بس على الفريق الاول، بنتكلم على كل فرق النادي في اي لعبة. كل فرق من اصغر سن لحد الفريق الاول لازم يبقى في دورات دايما بتطور فيها افكار المدربين، خطط اللعب، الفلسفة الفنية، بتبص على العالم بيعمل ايه وبتمشي مع العالم بشكل كويس وبتمشي معاه بشكل متوازي، خلينا نقول ان صح التعبير. حاجات مهمة جدا. من الحاجات المهمة ان انت بتعلي قيمة الجمال في عملك وبتبص في افاق اوسع من كده، بتروح لحتت بعيدة، دايما بتفكر بره الصندوق. ده في سعيك وطريقك للحفاظ على الجمال. كلام كتير هقوله معاكم في الحلقة، وهناخد وندي مع بعض اكتر وهنتكلم مع بعض. يلا نكمل كلام ونبص الدنيا بتمشي ازاي في الدوري الانجليزي وفي الدوري الايطالي، علشان هم بيعلوا قيمة الجمال وبيسخروا كل حاجة لخدمة حلاوة اللعبة ومتعة اللعبة. في كرة القدم بتكلم في كل شهر تقريبا يعني كل اول شهر في دورات تدريبية بتتعمل لمدربين الدوري الدرجة الاولى في ايطاليا، السيريا كويس. طب دول بييجوا يعملوا ايه؟ ما هو لو بتتكلم على مدرب ميلان ولا يوفنتوس ولا نابولي ولا اي فرقه في ايطاليا بتلعب سيريا يعني ده مدرب جامد. ما هيحتاج ايه؟ هيحتاج يعرف ايه الجديد دايما، ايه الحاجات العلميه اللي ممكن يستخدمها، وايه التقنيات اللي ممكن يعتمد عليها، والاجهزه اللي من شانها انها تطور لعيبته وانها تساعده في تطوير شكل الفرقه وانها تساعده في تطوير الفلسفه الفنيه بتاعته. مش لازم يحط خطط جديده. ده مهم جدا بيتعمل ليه؟ لان اللي بيدرب ليفربول او السيتي او مان يونايتد او ميلان او يوفنتوس زي ما قلت، فرق كبيره عامه، وبايرن ميونخ واي فرق كبيره في العالم، ده مدرب كده، لكن ما عندوش وعي كامل بكل التقنيات الحديثة، ما عندوش وعي كامل بكل الأجهزة الحديثة. كويس. فده مهم. لازم يعرف كمان الأساليب العلمية الجديدة اللي تخليه يتواصل مع لعيبته ومع الجهاز الفني اللي معاه. هو مختارهم ويعرفهم كويس، لكن دايما العلم فيه تطور، فيه حاجات جديدة بتحصل. علشان كده احنا قليل جدا لما بنشوف مشاكل بين الاجهزه الفنيه بينها وبين بعضها، او بين المدير الفني لفريق اداره النادي. ليه؟ لانه خلاص هو كله بيتبع اساليب علميه في التعامل، فحتى لما بيوصلوا لطريق مسدود وخلاص الدنيا مش ماشيه، خلاص انت بتمشي، بيتم فسخ التعاقد او بيحددوا وقت هيمشي المدير الفني عليه. مهم جدا ده، وكل ده بيتعمل لان هم زي ما قلت بيوظفوا كل حاجه لخدمه اللعبه. حاجه مهمه جدا زي ما اتكلمت وقلت، اعلاء قيمه الجمال. حلو. واعلاء قيمه الجمال يدخل فيها لما بتعمل ده بتهتم بحاجات اساسيه في الرياضه. للاسف عندنا في دوريات عربيه كتيره، تحديدا عرب افريقيا،
ما بنديش الكلام ده الاهتمام، وما بنديش الحاجات دي يعني نظرة كده بجد، وما بنشوفهاش مهمة اساسا. هنشوف ازاي مع بعض. يعني انا لما ابص مع حضراتكم على الملاعب اللي بيتلعب عليها الدوري الدرجة الاولى في مصر، في تونس، في الجزائر، حتى في المغرب، الصراحة في ملاعب ما يتلعبش عليها كورة، ما يتلعبش عليها اي حاجة. يعني في ملاعب تهريج، يعني في ملاعب فعلا هي غيطان، يعني غيطان زراعة، يعني اراضي زراعية يعني. كويس. وفي ملاعب طينية ما فيش النجيلة مش طالعة اساسا، يعني بس اللعيبة عمالة تلعب في الطين كده وحاجات من كويس. شيء مهزلة يعني. طب انا لما اجي العب اي فرقة في ملاعب زي دي، كويس، طيب ازاي هستنى كرة حلوة في ملاعب سيئة زي دي؟ ما هو بالعقل. كويس. لكن تعال اتفرج على اقل فرقة في اي دوري في اوروبا، ماشي، هتلاقوا الملاعب بتاعتها بمعايير محددة ومعايير عالمية ومتحددة وملاعب زي الفل. فاي حد هيلعب كرة على الملاعب دي هيبدع يعني. هتشوف انت نفسك وانت بتبص على شكل الملعب، حتى لو الماتش مش حلو انت هتستمتع بالماتش وهتكون مبسوط بالماتش. شكل الملعب حلو. القصة دي طبعا عندنا فيها مشاكل كتير في الدوريات العربية، خصوصا دوريات عرب افريقيا. دي مثلا من النقط اللي بنعني فيها الجمال. اختيار المديرين الفنيين والمساعدين دي حاجة مهمة جدا، ودي احنا تملي ادارات الانديه العربيه عندها مشكله وبتقع في مشكله كبيره في القصه دي. طب ما تيجوا مع بعض نشوف ازاي وندخل في تفاصيل اكتر في القصه دي تحديدا. يعني للاسف مفيش فريق كوره عربي ومفيش نادي عربي بنشوف مقاييس بيختار عليها المدير الفني. دايما للاسف في معظم الانديه العربيه ناحيتنا عرب افريقيا دايما بنقع في مشكلة عايزين مدير فني أجنبي، خصوصا الأندية الكبيرة. أنا بتكلم في الأهلي، الزمالك، الترجي، الإفريقي، النجم الساحلي، الوداد، الرجاء، دايما سطيف، مولودية الجزائر، دايما بس عايزين مدرب أجنبي، مدير فني أجنبي، مش فارقة أي حاجة. الغلطة التانية بقى لما بتختار المساعدين بتوعه، حتى لو هو جايب مساعدين أجانب معاه لازم بنحط له حد من البلد. ان كنا بنتكلم في مصر، الجزائر، تونس، المغرب، لازم نحط له حد من البلد، وغالبا كان ده بيلعب كوره قبل كده. اللي بيحصل ايه؟ ان مفيش تواصل بين الاثنين. كويس. فبتلاقي المحلي، المساعد المحلي ما بيتكلمش اساسا مع المدير الفني اجنبي، وغالبا هو مش طايقه، والاثنين مش طايقين بعض. طيب ادي واحد. اتنين، ما بتبصش اساسا على حاجات اساسية في اختيارك للمدير الفني. لا بتبص لشخصية الفرقة، ولا بتبص لطبيعتك، طبيعة لعبك، ولا بتبص فلسفته الفنية، هو هتمشي معاك ولا مش هتمشي معاك. كل الكلام ده انت ما بتبصش عليه. بس انت خلاص انت حققت الفكرة، عايزين مدير فني اجنبي. طيب بس دي جبت مدير فني اجنبي، وبعدين ما بتعملش انت حاجة تانية. كويس. ما بتشتغلش صح، ما بتشتغلش على الاسس العلميه. وانا قلت في حلقه قبل كده يمكن من سنه واكتر، الاسس اللي حطها بيل شانكلي اسطوره التدريب بتاع ليفربول، حط اسس، 5 اسس تختار عليها مدير فني. كويس. ممكن نتكلم فيها في حلقات تانية، يعني نعيد الحلقه تاني ونتكلم تاني مع بعض لو انتوا حابين. يعني اخر حاجه مهمه جدا لما بتيجي تبص في افاق اخرى وبتفكر بره الصندوق وانت بتشتغل في الانتقالات، كويس، بما انه موسم الانتقالات خلص، فهو ده اللي هنقفل مع بعض بيه، وهنبص على الحكايه دي مع بعض ونقفل الحلقه مع بعض. يمكن انا عملت شورت على الانتقالات، كان دقيقه تقريبا تقدروا تشوفوه. كويس. الانتقالات عندنا فيها مشكله في الكره العربيه. ليه؟ لانه الانتقالات تملي في اي حته اساسها ايه؟ اساس القصه دي انك بتعوض نواقص موجوده عندك في الفرقه. يعني محتاج مهاجمين، محتاج مدافعين، محتاج باك يمين او شمال، اي مركز، حراس مرمى او غيره، محتاج تقوي الدكه بتاعتك. علشان كده كل العالم شايف انه ليفربول هو صاحب موسم الانتقالات الافضل السنه دي في الصيف.
لانه عوض كل النواقص اللي عنده. كويس. طيب لما اجي ابص عندنا بقى في الكره العربيه، الانتقالات هي حاجه من الاثنين، يا انت عايز تحفل على النادي المنافس ليك، ده واحد، او انت عايز تسكت الجمهور بتاعك، او الاثنين. بالتالي ما بتحققش منها حاجه، ما بتوصلش منها لاي اهداف انت عايزها. ليه؟ هترجع للمشكله الاساسيه، لان الانتقالات في اساسها مشروع. كويس. احنا عندنا في الكره العربيه ما بنتعاملش معاها انها مشروع، هي حاجه كده فاحنا بندخلها طرف. لو عندنا فلوس، لو النادي عنده فلوس اصرف، خلاص موسم الانتقالات. ما عندوش فلوس بيبقى اقل شويه، ما حدش بياخدها مشروع. فبالتالي ما دام مش مشروع يبقى ملهاش اهداف واضحه، وما دام ملهاش اهداف واضحه يبقى وملهاش تاريخ بدايه ونهايه. يعني كله للاسف زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت، هو سمك لبن تمر هندي. اتمنى يعني حلقه النهارده نكون شفنا ازاي مع بعض ان احنا ازاي نحافظ على جمال الرياضه وجمال اللعبه، وازاي نشتغل صح. ويا ريت يعني المسؤولين عن الكره العربيه وعامه في الانديه العربيه تحديدا يعني يبصوا بصه بس، والحلقه والكلام ده يوصل لهم. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين. ربنا يحفظ فلسطين ويحفظ لبنان وسوريا واليمن والسودان. ربنا يحفظ امهاتنا وابائنا، بناتنا واولادنا، اخواتنا واخواتنا. ربنا ينصر المقاومه الفلسطينيه ويصد الرمية على كيان مرتزق المجرم القاتل الغاصب للارض من 77 سنه. فلسطين واهلنا في فلسطين هم اطهر شرف الامه العربيه. كده اكون وصلت معاكم لاخر حلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى يكون موضوعنا لاعجابكم. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه وسلامته، وانا القاكم في حلقه جديده من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حرة عربية أبية، بكل العرب والكل العرب.